حبايبي الدنيا طلاب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده مراجعة التطبيقية لتانية ثانوي، الجزء العلمي فقط ان شاء الله. يعني المراجعة دي تانية ثانوي علمي باذنك يا رب. هنراجع التطبيقية، هنراجع مستر اخر حاجة في ديناميك التانية ثانوي المنهج القديم. هنراجع مع بعض الحركة الرأسية، ومنها برضه تراجع قوانين الحركة، وان شاء الله تلم دنيتك فيه. وحاول تراجع العجله المنتظمه من فيديو مراجعه الشهر الاول اللي فاتت على اليوتيوب لو انت ما كنتش شفتها. ثم هنخش على الجزء اللي نزل من ثالثه ثانوي ان شاء الله. هنراجع كميه الحركه، نيوتن الاول ونيوتن الثاني، الحركه على مستوى ماء الاملس والحركه على مستوى ماء الخشن. سمي الله وتعالى نبدا. حبايبي الدويني طلاب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ سمي الله وصلي على النبي وتعالى نشتغل مع بعض النهارده الحركه الرأسيه. مستر طب ايه اختلاف الحركه الرأسيه عن ما خدناه قبل ذلك وهو قوانين الحركه؟ ايه اللي اختلف او ايه اللي فرق؟ حبيب قلبي ما اختلفش اي حاجه. كل الموضوع ان انا بدل ما كنت بتحرك افقيا بتحرك في خط مستقيم، هبتدي اتحرك رأسيا. يعني الحركه بدل ما هي افقيه، بدل ما انا ماشي على الارض، لا ده انا في حاجه بتتحرك فين؟ في الهواء. ومش شرط تتحرك رأسيا في الهواء بس، ممكن اتحرك في الهواء، ممكن اتحرك داخل الارض، ممكن اتحرك في رمله، ممكن اتحرك في ميه. بس شرط تكون الحركه ايه؟ رأسيه. وهنقول اختلاف كل حركه منهم وايه الاختلاف والدنيا بتمشي ازاي مع بعض دلوقتي. عايز بس افكرك بحاجه، هي قوانين الحركه اللي احنا مش هنغيرها وهنشتغل عليها هي النهارده. عين بتساوي عين صفر زائد ج ن. ف بتساوي عين صفر ن زائد نص ج ن تربيع. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. حبيب قلبي ركز معايا كده، تقول لي يا مستر دي قوانين الحركة ايه اللي هيشغلني بيها في الحركة الرأسية؟ حبيب قلبي ما هي دي قوانين الحركة. أي حركة ينطبق عليها ذلك سواء كانت أفقية أو رأسية. تقول لي مستر بس الكتاب ما بيقولش كده. الكتاب شايل الجيم وحاطط مكانها دال، وبعد كده مديني 3 قوانين جداد جدا يا مستر. شايل الجيم وحاطط سالب دال، فالموجب ده اتقلب سالب. حبيب قلبي احنا مش هنحفظ قوانين جديدة، هم نفس ال3 قوانين بس بشرط معلومة واحدة جديدة. ايه يا مستر؟ ان انا طول ما انا شغال في الهواء، مش اي حركه رأسيه، شغال في الهواء فقط، بشيل الجيم واحط مكانها دال. الجيم بتبقى بتساوي دال. ده في انهي حاله يا مستر؟ في حاله ان الجسم يكون بيتحرك لاسفل. حبيب قلبي طول ما الجسم بيتحرك لاسفل يبقى العجله بتاعتي دال، اللي هي 9.8 متر لكل ثانيه تربيع، او 980 سنتيمتر لكل ثانيه تربيع. طب افرض يا مستر الجسم، طبعا هنا الاسفل، افرض الجسم يا مستر طالع لاعلى، يعني الجسم بيتحرك لفوق، يعني طالع كده، تبقى العجلة بتاعتي بتساوي د، يعني اما 9.8 متر لكل ثانية تربيع، اما 980 سنتيمتر لكل ثانية تربيع. طب يا مستر حاجة صعبة؟ ولا أي حاجة صعبة. طب سمي الله. يبقى انا مستر الحركه الرئيسيه بتاعتي هشتغل بيها زي ما هي، قوانين زي ما هي، يعني مش هغير مستر زي الكتاب واحط بدل الجيم ده واقعد ولا اي حاجه. بس تبقى عارف انت لما بتتحرك في الهواء، لو انا نازل لتحت الجيم دي هتشيلها وتعوض عنها ب 9.8. ده لو شغال متر، لو شغال سنتي هتشيلها وتحط 980. طب انا لو بتحرك لاعلى يا هشيلها واحط سالب، انا ما حطيتش السالب هنا، سالب 9.8 او سالب 980. وانا طالع لفوق بتحرك بسالب، وانا نازل لتحت بتحرك موجب. حاجه صعبه؟ ولا اي حاجه صعبه. طيب عايز تقول لي ايه تاني يا مستر؟ بص حبيب قلبي، عندك كم معلومه كده لابد لك من معرفتهم. واحد، لو قال لي سقط جسم، يعني ايه يا مستر سقط جسم دي؟ يعني انا كنت ماسك حاجه، ماسك القلم اهو وسبته، ايه اللي حصل؟ يعني ايه سقط؟ يعني هو كان واقف، كان في حالة سكون، سرعته الابتدائية كانت بصفر يا مستر. طب ايه تاني؟ لما كان سرعته صفر وانا سبته ابتدى يتحرك بسرعة فسرعته عمالة تزيد، يبقى كده انا العين والمسافة اللي بيتحركها عمالة بتزيد، يبقى السرعة والمسافة هتزيد. طيب ادي حالة. طب الحالة التانية ايه يا مستر؟ يقول لك ايه؟ قذف جسم لأسفل. يعني ايه برضه يا مستر قذف جسم لأسفل دي؟ يعني بدل ما انا مسكت القلم وسبته كده، لا انا رحت انا حذفه بسرعه. فهل السرعه الابتدائيه اللي اتحرك بيها كان صفر انا سبته، ولا انا مسكته حذفته؟ انا حذفته. يبقى السرعه يا مستر الابتدائيه لا تساوي صفر، دي بتساوي قيمه. وطبعا السرعه
المسافة عمالة بتزيد. طيب عندي حالة كمان يا مستر، لو انا قذف جسم، انا حذفت جسم برضه بس الاعلى، يقول له ونسيت هنا اقول لك ان العجله طبعا بتساوي د، وهنا برضه ان العجله بتساوي د. طيب لقيت د دي اللي هي 9 و8 980 يعني، اللي هي عجله الجاذبيه يا مستر. هو انا ايه اللي بيأثر على الحركه الرئيسيه تخليها تتحرك؟ العجله الجاذبيه، عشان كده وانا ماشي في الهواء اللي بيأثر عليا عجله الجاذبيه، فبشيل الجيم واحط د، او يشيل الجيم واحط قيمتها اللي هي 9.8 او 980. طيب قذف جسم لأعلى مش لأسفل. مبدئيا كده يا مستر، عين الابتدائية لا تساوي صفر، لأن قذف جسم يعني الابتدائي يليه الحركة الابتدائية كان فيها سرعة ابتدائية بقيمة مش بصفر، والعجلة بتاعتي يا مستر بتساوي سالب د عشان أنا حادف لأعلى. فالجسم بص الشقاوة، ركز إيه اللي هيحصل. أنا بادئ هحدف بسرعة، حدفت بسرعة يا مستر، الجسم بدأ بسرعة أنا حدفه بيها مش بصفر، طلع أقصى مسافة وأقصى ارتفاع ممكن يطلعه، فالسرعة النهائية بتاعته بقت بصفر، سرعته النهائية بقت بصفر، وقف وبعد كده نزل تاني. بص أهو، طلع ثم سكن ثم ابتدى ينزل تاني. فتعرف أول ما الجسم يقصف لأعلى السرعة الابتدائية بصفر، العجلة سالب عجلة الجاذبية، والسرعة النهائية بصفر يا مستر. وبدل ما السرعة كانت بتزيد، السرعة عمالة تقل، لان كانت بادئه بقيمه عماله تطلع لحد ايه، انا بطلع لفوق، فالسرعه عماله تقل لحد ما وقف بقت بصفر خالص، وبعد كده ابتدت تنزل. وما تنساش ان لفظ اقصى ارتفاع لما يجي يقول لك وصل الجسم الى اقصى ارتفاع، تفهم اقصى ارتفاع دي معناها مستر ان السرعه النهائيه بتساوي صفر. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ طيب مستر كده بس خلاص، انا حاسك ما ضفتش اي معلومه جديده غير ان انا هشيل الجيم واحط ده بس يا مستر. طب ده كلام جميل. بقول لك ايه، فاكر حدفه القلم اللي انا لسه حادفها دي؟ مش انا كنت ماسكه بسرعه، حدفته بسرعه فطلع سكن فوق بسرعه صفر ونزل تاني في ايدي؟ حلو. يعني القلم كان هنا عند نقطه اسمها الف، حدفته الاعلى، وصل عند نقطه اسمها ب، ثم من النقطه اللي اسمها ب نزل تاني لحد نقطه الف. حلو. ايه رأيك لو انا قلت لك العملية دي استغرقت مني 7 ثواني يعني 8 ثواني، يبقى زمن الصعود كان كام يا مستر؟ الله ينور عليك، 4 ثانية. طب زمن الهبوط 4 ثانية. طب الزمن الكلي 8 ثواني. قصدك تقول يا مستر؟ قصدي اقول لك ان زمن الصعود هو زمن الهبوط. اقول لك التقيلة السرعة عند اي لحظة معينة مقدار ثابت. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت اجيب عند الالف، السرعة اللي انا حذفته بيها عند الالف هي السرعة اللي وهو نازل لما عدى عند الالف، لما وصل عند الالف هي السرعه. يعني ايه يا مستر؟ يعني تخيل انت لو رحت تجيب السرعه عند النقطه اللي اسمها ج دي وهو طالع، ولف ووقف بصفر ونزل تاني، لو جبت السرعه عند ج وهو نازل هتلاقيها نفس السرعه. يبقى عند الخط الافقي الواحد عند نفس المستوى السرعات متساويه سواء في الصعود او النزول. حلو. وزمن الصعود هو زمن الهبوط. فل الكلام او كده. طيب تعالى ننقنق في شويه مسائل يا مستر. سمي الله كده، بص معايا على اول سؤال. بيقول لك سقط جسيم. لا، المسائل دي تتمسك وتتفصص حته حته كل كلمه وارسم باتقان. بيقول لك سقط جسيم من ارتفاع 44.1 نحو سطح الارض. يبقى انا واقف فوق يا مستر عند نقطه اسمها الف، قال لك سقط، يبقى السرعه الابتدائيه بتساوي صفر. سقط من ارتفاع 44.1، يعني هو كان على ارتفاع 44.1 متر. فما هي سرعة الجسيم بعد ثانية واحدة من لحظة سقوطه؟ أنا عايز السرعة بكام لما الزمن كان ب1 ثانية. تقول لي سهلة، السرعة بتساوي عن صفر زائد ج ن، عين صفر بصفر زائد الجيم بكام؟ تقول لي مستر الجيم بتساوي الدال وانا نازل يعني 9.8. ليه استخدمت يا مستر بتاعت المتر مش بتاعت السنتي؟ عشان هو مديني المسافة بمتر، فحط العجلة ب9.8.
بقى 9.8 في نون. النون بكام؟ النون ب1، فالسرعة ب9.8. ادي أول جزء من السؤال. قال لك ومتى يصل إلى سطح الأرض؟ أنا عايز الزمن بكام لما يصل إلى سطح الأرض. طب لما يصل إلى سطح الأرض مش كده يبقى مشي المسافة كلها اللي هي 44.1 متر. طيب يلا بينا نشوف المسافة اللي مشيها. المسافة بتساوي بالقانون التاني من قوانين الحركة عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. عن صفر بكام يا مستر؟ بصفر. نص في الجيم بكام يا مستر؟ 9.8. كل ده نون تربيع. هي المسافة كام؟ 44.1 يا مستر. طيب يبقى 44.1 بتساوي نص في 9.8 بالآلة تلاقي 4.9 نون تربيع. من هنا عايز أجيب النون تربيع، المضروب بيروح مقسوم 44.1 على 9.8 بالآلة. تعالى نشوف طالع معانا كام. طالع معايا 4.5 ثانية. طب دي النون تربيع يا مستر، أنا عايز أجيب النون بس. خد الجذر التربيعي للطرفين، جذر الكلام ده هتلاقيها طالع معاك 3 جذر 2 على 2 ثانية. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة يا معلم؟ طيب يلا بينا. هو كان طالب مني إيه هنا معلش؟ ومتى يصل إلى سطح الأرض؟ يعني عايز الزمن، بس إحنا جبنا حاجة في الزمن غلط تقريبا. هو كان المسافة كام؟ 44.1 44.1 على 4.9 مش 9.8. أنا قسمت غلط. يبقى دي حبيب قلبي نون تربيع بيساوي 9. أنا حسبت على الأول غلط، كتبت 9.8. إذا النون تربيع بتساوي 9. من هنا النون طالعة مستر ب3. بيقول لك طب وكم السرعة وما هي السرعة عندئذ؟ يعني إيه؟ يعني أنا عايز السرعة في النهاية يا مستر. طب هجيب السرعة في النهاية إزاي حبيب قلبي؟ تقول لي يا مستر سهلة أوي يعني. عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. عين صفر بصفر. الجيم يا مستر عارفينها ب9.8. النون انت لسه جايبها ب3. بقى 9.8 في 3 طلع معايا مستر 29.4. شكرا مع السلامة. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طب تعالى شوف معايا كده اللي بعده. سمي الله حبيب قلبي. بص يا معلم، تعالى نشيل كده مع بعض اللخبطة دي ونحل السؤال اللي بعده. يلا بينا. سمي الله. بيقول لك من قمة برج ارتفاعه 112 متر قذف جسيم رأسيا لأسفل بسرعة 8.4. احسب المسافة التي يقطعها الجسيم في الثانية التالتة من حركته. المسافة التي يقطعها الجسيم فين يا مستر؟ في الثانية التالتة من حركته. فاكر الحصة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت؟ في الثانية التالتة يعني أنا بجيب السرعة. أنا عايز المسافة في الثانية التالتة. عايز المسافة فين؟ بروح أجيب السرعة المتوسطة في الثانية التالتة. بعد كده أقول المسافة بتساوي السرعة المتوسطة في الزمن. الزمن اللي هو كام؟ قال لك الثانية التالتة يعني الزمن ثانية واحدة. يلا بينا هنرسم بس المسألة ونشوف دنيتنا بتقول ايه. بيقول لك من قمة برج ارتفاعه 112. يعني أنا عندي برج أهو، آدي البرج، أنا واقف فوق، أنا على القمة، وارتفاع البرج ده 112 متر عن سطح الأرض. بيقول لك من قمة البرج ده قذف جسم ولا جسيم؟ قذف جسيم رأسيا لأسفل بسرعة 8.4. يبقى أنا معايا السرعة الابتدائية 8.4 وادي اتجاه الحركة. أدام الجسم بيتحرك لتحت يبقى العجلة ب9.8 عجلة الجاذبية متر لكل ثانية تربيع. طب ده حلو جدا. يلا نكمل. قال لك احسب المسافة التي يقطعها الجسيم في الثانية الثالثة. اتفقنا عشان أجيب المسافة في الثانية الثالثة لازم أجيب السرعة المتوسطة الأول اللي هي بتساوي عن صفر زائد جيم نون. وما تنساش إن النون يا مستر كنت بجيبها إزاي؟ كنت بجيب النون المتوسطة في الثانية الثالثة. ما تنساش إن الثانية الثالثة كانت بتبدأ عند نون بيساوي 2 وتنتهي عند نون بيساوي 3. كنت بقول إيه؟
قبل النون بواحده. هو بيقول لك الثانيه الثالثه، يبقى انا بتبدا عند نون 2 قبلها بواحده لحد نون 3، واروح اجيب نون المتوسطه اللي هي بتساوي بدايه زائد نهايه على الاتنين، طالعه بكام؟ ب2.5. شكرا. يلا صفر بكام؟ 9.8 زائد الجيم بكام اللي هي عجلة الجاذبية؟ 9.8 في النون اللي هي بكام يا مستر؟ النون اللي هي أنا لسه جايبها ب2.5، يعني الابتدائية كانت ب8.4 مش 9.8. طيب احسب كده يا باشا معايا دي وشوف طلعت معاك بكام. السرعة المتوسطة طلعت معانا ب32.9، دي السرعة المتوسطة. طيب الراجل بيقول لك انا عايز المسافه خلال الثانيه الثالثه. المسافه خلال الثانيه بنقول السرعه المتوسطه في الزمن المتوسط. السرعه المتوسطه انا لسه جايبها 32.9 في الزمن اللي هو بكام مستر؟ انا عايز المسافه خلال الثانيه الثالثه، خلال الثانيه الثالثه كلها، يعني انا مقدار الزمن بتاعي ثانيه واحده، تبقى السرعه المتوسطه اللي هي 32.9 في الزمن اللي هو بواحد، يعني المسافه 32.9. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. طيب 2 يقول لك زمن وصول الجسيم إلى سطح الأرض. أنا عايز الزمن اللي الجسم فيه هيوصل لسطح الأرض. تقول لي يا مستر ما هي سهلة، هو أنت مش معاك مسافة ومعاك سرعة ابتدائية ومعاك عجلة؟ أقول لك تقول لي عايز الزمن. سهلة. أقول لك سهلة إزاي يا عمنا؟ تقول لي بس أهو، بص يا مستر، أنا عارف إن المسافة بتساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نص ج نون تربيع. المسافة 112 يا مستر. السرعة الابتدائية 8.4 في الزمن اللي أنا عايزه، زائد نص في 9.8 اللي هي عجلة الجاذبية في نون تربيع. أقول لك جميل. تقول لي أنا هرتب بس المعادلة يا مستر. نص في 9.8 بالآلة طلع 4.9 وأحط جنبها نون تربيع، زائد 8.4 نون، أودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة بقى سالب 112 يا مستر، وكل ده بيساوي صفر. أروح يا مستر أحلل بالقلم من غير ما أوجع دماغي أقول مود 5.3. يلا معامل النون تربيع 4.9 يساوي 8.4 يساوي سالب 112 يساوي. النون طالعة معايا مرة يا مستر ب4 ومرة طالعة بسالب 40/7. طبعا ده مرفوض لأن مفيش زمن بالسالب، إذا النون بكام؟ 4. يبقى أنا كده جبت الزمن اللي هو عايزه. طب يا مستر ده كده الدنيا معايا فل الفل الفل الفل. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه في السؤال اللي بعده حبيب قلبي؟ ده خلاص اللي احنا حليناه. بيقول لك انا عندي جسم قذف رأسيا الى اعلى. كده يا مستر انا خدت مره سقط جسم، مره قذف رأسيا لاسفل، والمره دي باخد القذف رأسيا لاعلى. حلو. ادام قذف رأسيا لاعلى انا مكاني فين؟ فوق ولا تحت؟ انا واقف تحت اصلا يا مستر، وهحدف لفوق. بيقول لك قذف رأسيا لأعلى بسرعة 24.5. أنا حدفته لأعلى بسرعة ابتدائية مقدارها 24.5 يا مستر. طيب تعال نكمل قراية. بيقول لك احسب أقصى ارتفاع، يعني عايز المسافة. مستر لفظ أقصى ارتفاع ده عدى عليا قبل كده. أنا وصلت لأقصى ارتفاع، أقصى مسافة، يعني معناه إن الجسم لما يوصل لأقصى ارتفاع بيقف وبعدين بيغير اتجاهه، يعني السرعة النهائية بصفر يا مستر. طيب ده حلو جدا، السرعة النهائية بصفر. يلا بينا. قال لك احسب أقصى ارتفاع يبلغه عن نقطة القذف. خلاص أجيبه إزاي؟ السرعة النهائية بصفر والعجلة بالنسبة لي 9.8. لا يا مستر دي سالب 9.8. عرفت منين؟ لأن مديني السرعة الأولى بالمتر لكل ثانية، فمتر يبقى العجلة بالمتر. طب جميل. يلا بينا نجيب الفهم. معاك سرعة ابتدائية وسرعة نهائية وعجلة وانت عايز المسافة، تعمل ايه؟ خلاص يا مستر السرعة الابتدائية النهائية تربيع بتساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2 ج ف. السرعة النهائية بصفر، السرعة الابتدائية ب24.5 لكل تربيع يا مستر، زائد 2 في العجلة اللي هي سالب 9.8 في المسافة اللي أنا عايزها. من هنا أجيب المسافة يا مستر. طلع معايا بكام؟ أودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة بقى سالب 24.5 لكل تربيع على 2 في سالب 9.8، لأن بعد ما اديت ده الناحية التانية بعكس الإشارة رحت قلت المضروب يروح مقسوم، فطلع معايا المسافة بتساوي
طالع معايا المسافة بتساوي 30 و625 متر. مستر معلش انا تايه في حتة المعادلة دي. حبيب قلبي انا ما عملتش اي حاجة، انا وديت ده الناحية التانية بعكس الاشارة، بدل ما هي 24.5 خليتها سالب 24.5 لكل تربيع عشان بعكس الاشارة. هنا هتبقى سالب 19.6 يا مستر، دي ما هو 2 في سالب 9 و8 في سالب 19.6 مضروبة في الف. عايز اجيب الف، المضروب بيروح مقسوم، فطلع معايا سالب 24.5 لكل تربيع على سالب 19.6، فطلع معايا 30 علامة 625. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طب طالب مني إيه تاني يا مستر؟ بيقول لك عايز احسب الزمن الذي يستغرقه الجسم في العودة. إيه ده يا مستر ده؟ هو أنا عايز الزمن اللي أنا هستغرقه في العودة؟ طب مستر هو أنت مش لسه قايل لي من شوية ان زمن الصعود هو زمن الهبوط؟ اقول لك تقول لي بس يبقى انا هجيب زمن الصعود هو زمن الهبوط. طب انا هجيب زمن الصعود ازاي؟ مش انت عندك قانون بيقول لك السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه زائد العجله في الزمن القانوني الاول؟ تقول لي اقول لك ما سرعتك النهائيه بصفر، سرعتك الابتدائيه ب24.5، العجله بتاعتك يا مستر بسالب 9.8 عشان انت صاعد في الزمن اللي انت عايزه. يلا ودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، وبعد كده المضروب يروح مقسوم، يبقى النون بتساوي سالب 24.5 على سالب 9.8، السالب طاير السالب. شوف طلع معانا بكام؟ 24.5 على 9.8 طلع معانا ب2.5 ثانية. إذا الزمن يا مستر بيساوي 2.5 ثانية. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طيب سمي يا معلم وبص مع المسألة دي كده. بيقول لك قذف جسم رأسيا إلى أعلى بسرعة 19.6، احسب سرعته عندما يكون على ارتفاع 14.7 فوق نقطة القذف. بيقول لك قذف جسم رأسيا إلى أعلى، تفهم من كده إن أنت كنت واقف تحت حبيب قلبي. أنا حذفت الجسم لفوق يا مستر بسرعة ابتدائية مقدارها 19.6. الراجل غلط؟ لا ما غلطش، متر بكل ثانية. احسب سرعته عندما يكون على ارتفاع 14.7. بيقول لك انا عايز السرعة النهائية لما يكون دي بكام؟ لما يكون هو على ارتفاع 14.7 مستر. طب ما انت عارف ان الجسم طالع لأعلى، يعني العجلة بتاعتك سالب 9.8. طب ده كلام جميل، معاك سرعة ابتدائية ومعاك عجلة ومعاك مسافة وعايز السرعة النهائية. أحلى قانون تالت يا مستر. الحاجات دي بتخيل علينا. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف عين تربيع. بس أنا مستر مش عايز عين تربيع، أنا عايز عين بس، يبقى آخد الجذر التربيعي للطرفين. عين صفر ب19.6 لكل تربيع زائد 2 في العجلة يا مستر بتاعتي بسالب 9.8 في المسافة اللي هي 14.7. الناتج طالع معاه مستر موجب أو سالب 9.8 متر كل ثانية. طبعا حطيت الموجب أو السالب عشان أنا واخد الجذر. شكرا مع السلامة. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ خش معايا على اللي بعده. بيقول لك قذف جسم رأسيا إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض. تاني أهو، قذف جسم رأسيا إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض، هسميها ألف. وصلت لحد نقطة ب، أقصى ارتفاع يعني السرعة النهائية صفر أهو قبل فتح أي كلام. عرفت منين إنه وصل لأقصى ارتفاع؟ لأنه قال لك قذف جسم رأسيا إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض، فعاد إلى نقطة القذف بعد 6 ثواني. معناه إيه؟ إنه طلع لأقصى ارتفاع ووقف، يعني عين ب بصفر، وراح نازل تاني لنقطة القذف. قال لك استغرق في الموضوع ده كله 6 ثواني. مش زمن الصعود هو زمن الهبوط يا مستر، يبقى نون ب3 ونون الناحية التانية ب3. زمن طلع في 3 ونزل في 3. طيب قال لك احسب السرعة التي قذف بها. أنا عايز عين ألف بكام؟ وكذلك أقصى ارتفاع، وكذلك إيه؟ أقصى ارتفاع بلغه الجسيم، وكذلك سرعته بعد 4.5 ثانية. تعالى نجيب حاجة حاجة. الراجل عايز السرعة الابتدائية وعايز أقصى ارتفاع، يعني هو عايز عين ألف وعايز كمان الارتفاع بكام،
طبعا ما تنساش ان انت طالع، يعني العجلة بتاعتك عجلة الجاذبية اللي هي سالب 9.8 عشان انت طالع لفوق بالسالب اهي، سالب 9.8. طيب معاك سرعة ابتدائية؟ لا، معاك سرعة نهائية وعجلة وزمن، وانت عايز الايه؟ السرعة الابتدائية والمسافة. طب يلا بينا، ايه رأيك لما اقول لك ان السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية زائد ج ن. السرعة النهائية بصفر وانت عارفها عشان أقصى ارتفاع بصفر. السرعة الابتدائية دي اللي انت عايز تجيبها اللي هي عين عند ألف، زائد ج اللي هي سالب 9.8 في النون اللي هي ب3. طب ده كلام جميل. انت عايز عين صفر، ودي الكلام ده الناحية التانية بعكس الإشارة. بقى عين صفر بتساوي سالب 9.8 بس في 3، وهي بالسالب وديها الناحية التانية بالموجب، فبتساوي موجب 9.8 في 3. شوف طالعة معانا بكام؟ طب ما هي طالعة معاك يا معلم 29.4، 29.4 متر لكل ثانية. طب هو عايز ايه تاني؟ كان عايز المسافة. طب ما المسافة يا مستر بتساوي عن صفر نون زائد نص ج نون تربيع. يلا عن صفر بكام؟ لسه انت جايبها 29.4 في الزمن اللي هو ب3، زائد نص في العجلة سالب 9.8 في الزمن اللي هو 3 تربيع. شوف المسافة طالعة بكام؟ هتلاقيها طالعة يا مستر معاك ب44.1 متر. طب ده كلام جميل. هو طالب مني ايه تاني؟ بص قال لك وكذلك عايز سرعته بعد 4.5 ثانية. طب ما خلاص يا مستر السرعة بتساوي عن صفر زائد ج نون. بقى عين النهائية اللي هو عايزها عين 4.5 لما الزمن ب4.5 بتساوي عن صفر اللي هي 29.4 زائد ج اللي هي سالب 9.8 في الزمن اللي هو بكام؟ ب4.5 اللي هو عايز عنده. شوف طالع معاك بكام؟ حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة يا مستر؟ طب يلا بينا. بيقول لك قصف حجر صغير بسرعة 19.6 رأسيا إلى أعلى من قمة برج ارتفاعه 156.8 متر عن سطح الأرض. واحد عايز الزمن الذي يستغرقه الجسم من لحظة القذف حتى يصل إلى سطح الأرض، وعايز كمان سرعة الجسيم عند وصوله إلى سطح الأرض. طب ما يلا بينا. اقرا كده يا مستر معلش وفسر لي واحدة واحدة. بيقول لك قذف حجر صغير بسرعة 19.6، يعني أنا أصلا فوق، أنا من ارتفاع حدفت جسم هسميها ألف، حدفت جسم وصل لحد نقطة ب وراح واقف بعد كده نزل تاني أهو من ارتفاع. قال لك 156.8 متر، يعني من هنا لهنا كده 156.8. أنا حدفت بسرعة ابتدائية 19.6 متر، فالجسم طلع وصل لعد عند ب سرعة صفر، وهنا سرعة صفر وراح نازل. وأنا طالع هنا العجلة سالب 9.8 وأنا نازل العجلة موجب 9.8. طب أنا دي كل المعلومات اللي في إيدي، هل معايا أي معلومة تانية؟ لأ. قال لك أنا عايز الزمن الذي يستغرقه من نقطة البداية لنقطة النهاية لحد ما رجع تاني. مستر يلا بينا، أنت مش عايز الزمن؟ أقول لك تقول لي بس عليك وعلى قانون المسافة أهو، بتساوي عن صفر نون زائد النص ج نون تربيع. طيب هي الازاحه يا مستر اللي انا استخدمتها كام؟ بقول لك ايه، انت مش عارف ان الفيه في قوانين الحركه تعني مسافه ازاحه وليست مسافه؟ انا بادئ هنا يا مستر وناهي هنا. هو الازاحه اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه اللي هو ده، طوله كام يا مستر؟ 156.8 مستر. بس انا بادئ من فوق وناهي تحت، واتجاه الحركة أصلا لأعلى، يعني ده في عكس اتجاه الحركة. يعني المسافة أو الإزاحة يا مستر هنا بالموجب ولا بالسالب؟ دي بالسالب، وهي دي تركة المسألة، إن أحط الإزاحة سالب 156.8. كل ده بيساوي عن صفر اللي هي 19.6 في نون زائد نص في سالب 9.8 في نون تربيع. يلا بالآلة بقى سالب 4.9 نون تربيع اهو زي ما هي، موجب 19.6 نون زي ما هي، ودخل ده الناحية التانية بعكس الإشارة عشان تبقى معادلة، يبقى زائد 156.8. كل ده بيساوي صفر.
مود 5 3. احل المعادله بالاله ما توجعش دماغك. هتلاقي النون طالعه معاك مره ب8 ومره النون بسالب 4. طبعا السالب 4 مرفوضه عشان ما فيش زمن بالسالب، اذا النون بتساوي 8. طيب طالب مني ايه تاني يا مستر؟ طالب منك عايز سرعه الجسيم عند وصوله لسطح الارض. تقول لي بس يا مستر يلا السرعه النهائيه تربيع بتساوي السرعه الابتدائيه تربيع زائد 2 ج ف. انا عايز السرعه النهائيه يبقى خد الجذر. السرعة الابتدائية تربيع ربنا كرمني ومدهاني 19.6 تربيع يا مستر، زائد 2 في الجيم. أنا طالع لفوق الجسم قذف لأعلى، يعني عجلة سالبة -9.8 في المسافة اللي هي كام يا مستر؟ أهو من نقطة البداية لنقطة النهاية 156. لا يا حبيبي، ده أنت بادئ فوق وناهي تحت، يعني زحف عكس اتجاه الحركة، يعني سالبة، يعني سالب 156.8. من هنا سيادتك تقدر تجيب السرعة. السرعة طالعة معاك يا مستر فين نحسبها احنا ولا ايه؟ اهي طالعة السرعة طالعة معايا 58 سالب 58.8. شكرا مستر. السرعة مش هيطلع موجب او سالب، موجب او سالب، بس انا ليه اخترت السالب؟ عشان انا ماشي في عكس الاتجاه. طب ده كلام جميل جدا 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 جدا. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ يلا بينا بص معايا كده على هذا السؤال. بس قبل ما نبص على هذا السؤال عايز أكلمك في كام حاجة. مبدئيا كده الجسم بيتحرك بعجلة تساوي عجلة الجاذبية، أو بيتحرك بعجلة الجاذبية طول ما الجسم يا مستر بيتحرك في الهواء. يعني إيه؟ ده كده بيتحرك تحت تأثير عجلة الجاذبية. إنما يا مستر بلاش، هوضح لك بيك. صلي على النبي، يا تصلي على النبي يو. لو انت دلوقتي رحت البول وعايز تنزل، ومش عايز تنزل بس، ده انت هبت منك وضربت في دماغك ورحت طالع ايه؟ ناطط من ارتفاع 3 متر. فانت واقف فوق على الستاند ورحت ديب ورحت ايه؟ وقعت. حلو يا مستر. انت نطيت من فوق من ارتفاع 3 متر، وانت بتنط من النطه فوق لحد ما توصل لسطح الميه اللي بيأثر عليك مخليك تعمل كده اهو. بتقع ازاي؟ تحت تأثير عجلة الجاذبية يا مستر. الجاذبية بتشدني لأسفل فبنزل لتحت. طب ده كلام جميل. انت بقى رحت داخل جوه الميه، بتتحرك جوه الميه بعجلة الجاذبية. عجلة الجاذبية آخر تأثيرها عند سطح الأرض. عديت سطح الأرض، نزلت يا معلم حاجة يعني أغوط من الأرض، يا ميه رملة طينة، دخلت أي مائع آخر غير الهواء، انت ما بيأثرش عليك الجاذبية، انت بيأثر عليك عجلة عادية، عجلة اللي انت بتتحرك بيها. شوف بقى سرعتك كم ومسافتك كم وزمنك كم وعملت دنيتك دي ايه، فهات العجلة عادي من قوانين الحركة. ينطبق عليك قوانين الحركة بتاعت الحصة اللي فاتت واللي قبلها، مش الحركة الرأسية. يعني مش هحط يعني مش هحط 9.8. حلو. يبقى انا بستخدم عجلة الجاذبية طول ما الجسم في الهواء بس، بيتحرك في الهواء استخدم 9.8. دخل في اي مائع تاني ليلته كبرت يبقى عجلة عادية جيم عادي يا مستر، مش 9.8 ولا 908. حاجة صعبة ولا اي حاجة صعبة؟ استعنا على الشعب بالله. تعالى نبص على هذه المسألة. سمي الله معلم. بيقولك سقط حجر من السكون ارتفاعه 10 أمتار فوق كومة من الرمل فغاص فيها 196 سنتي. خلي بالك، قال لك سقط حجر من السكون يعني السرعة الابتدائية بصفر من ارتفاع 10 متر. هنا الارتفاع بالمتر وهنا الارتفاع بالسنتي، فطبيعي هحول من سنتي لمتر، يعني اقسم على 100 او اضرب في 10 اس -2. شوف انت بتحب تحفظها ازاي. بيقول لك اوجد العجلة التي تحرك بها داخل الرمل. هو عايز العجلة اللي انا اتحركت بيها جوه الرمل، اللي هي العجلة العادية، لان في الهواء بتحرك بعجلة الجاذبية، انما لما دخلت جوه الرملة بتحرك بعجلة هي دي اللي انا عايزها. بيقول لك سقط جسم من السكون، يعني السرعة الابتدائية بتساوي 0 على كومة من الرمل. ادي يا عم الكومة اللي من الرمل، ولا تزعل نفسك، واخرها اهو. انا طبعا بتحرك هنا، انا كده في الهواء قبل ما اخبط في كومة الرمل،
بتحرك ب9.8 لاني بتحرك لاسفل. ليه عملتها بالمتر؟ لان هو قال لي على ارتفاع 10 متر. حلو. وصل عند سطح الارض او عند سطح الرمل بسرعة انا هسميها ب، وابتدى يغوص في الرمل، فمشي مسافة 196 سنتي، قلنا هقسمها على 100 فطلع 1.96 متر. تفتكر يا باشا هو لما اتحرك جوه الرمل هو دخل بسرعة اسمها سرعة ايه؟ حبيب قلبي مش السرعة النهائية في الحركة الأولى بتاعت الرمل. بص، السرعة اللي أنا نهيت بيها الحركة في الهواء هي السرعة اللي أنا هبدأ بيها في حركة الرمل. يعني السرعة النهائية في الجسم للجسم في الحركة الأولى هي السرعة الابتدائية للجسم في الحركة التانية، وخدناها قبل كده. حلو. طب يا مستر هو أنا هفضل ماشي في الرمل إيه لحد ما لا نهاية، ولا مسير أقف؟ مسير الجسم بيقف، مسير الجسيم اللي أنا حذفته هيقف. يعني السرعة النهائية بصفر. هو أصلا قالك غاص فيها مسافة 196 وبس. غاص فيها يعني نزل 196 ووقف، يعني مسيره ايه؟ يقف. يعني السرعة النهائية بكام؟ بصفر. يوجد العجلة معانا. طب يا مستر انا معايا سرعة نهائية ومعايا مسافة وعايز العجلة، فاضل لي معلومة رابعة، صح؟ يا باشا السرعة الابتدائية معاك. تقول لي يا مستر معايا ازاي؟ ما انت هتجيبها من الحركة الأولى، لأن السرعة الابتدائية في الحركة التانية هي السرعة النهائية في الحركة الأولى. طب أجيبها ازاي يا مستر؟ معاك سرعة ابتدائية ومعاك عجلة ومعاك مسافة أهو. عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع، ده إيه؟ ده قبل الغوص، ده أنا فوق، زائد 2 ج ف. طب يلا بينا يا مستر، السرعة النهائية دي اللي أنا عايزها، فهاخد الجذر التربيعي. عين صفر يا مستر بصفر، زائد 2 في الجيم ب9.8، الف اللي هي المسافة ب10 متر يا مستر. السرعة طالعة معايا بسرعة بكام؟ طالعة 9. احنا فين؟ اي السرعة طالعة معايا ب14 متر كل ثانية. طب احنا كده خلصنا يا مستر، خلاص الجزء اللي فوق. انا عايز اجيب العجلة من الجزء اللي تحت. اقول لك خلاص، ما هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع، ده ايه؟ بعد الغوص، زائد 2 ج ف. طيب السرعة النهائية بكام؟ السرعة النهائية المرة دي بصفر يا مستر، زائد السرعة الابتدائية اللي أنا لسه جايبها من فوق اللي هي 14 تربيع، لأن السرعة النهائية في الحركة الأولى هي السرعة الابتدائية في الحركة التانية، زائد 2 في الجيم اللي أنا عايزها في الف اللي هو مديهاني 1.96. من هنا جبت الجيم يا مستر، هجيبها ازاي؟ ال 14 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة والمضروب يروح مقسوم، فالجيم هتبقى سالب 14 تربيع على 2 في 1.96. الله، دي العجلة طالعة مستر بالسالب، طالعة معايا سالب 50 متر لكل ثانية تربيع. هل منطقي يا مستر إن العجلة تطلع سالب؟ منطقي جدا. ليه حبيب قلبي منطقي؟ لأنك بدأت بسرعة 14 وفضلت تغوص لحد ما وصلت لسرعة نهائية صفر. مقدار السرعة بيقل، يعني أنا ماشي بعجلة سالبة، يبقى منطقي جدا إن العجلة تطلع سالب. طيب تعالى حبيب قلبي نختم بسؤال شكله مختلف. حبيب قلبي عايز افهمك حاجه. هو انا دلوقتي ليه بقول السرعه النهائيه في الحركه للجسم الاول هي السرعه الابتدائيه؟ لان انت خبطت بسرعه فرحت مكمل بيها تحت، بس نتيجه الصدمه دي انا بادئ بسرعه. انا سرعتي هنا ايه؟ انا حذفت من الهواء، نطيت، وصلت بسرعه مثلا 10 متر في الثانيه، رحت يا باشا بادئ بيها في الايه؟ في الميه ابتدت تقاومك اكتر، بس انت داخلها بالسرعه اللي انت نهيت بيها في الهواء، فابتدت تقاومك فسرعتك ابتدت تقل. على عكس ما امسك حاجه، مسكت القلم ورحت خبطه في ايدي اهو، خبطته وسبته يطلع لفوق، نزل وقعد يعمل كده. عارف الكره لما انت بتسيبها، الكره الصغنونه دي بتخبط وتروح طالعه ارتفاع اقل، وتخبط وارتفاع اقل. ايه اللي بيخليها عماله تقل لحد ما تقف؟ لان هي كل ما بتتخبط في الارض بتسحب الارض من طاقتها، فسرعتها بتقل. فالتصادم، الصدمه بتخلي الجسم سرعته تقل. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتقول لي يا مستر خلي بالك، انا لو مسكت الكرة هي عند نقطة ألف ونزلت خبطتها في الأرض عشان تطلع تاني، مش المفروض السرعة هنا عند ب بتساوي السرعة عند ج؟ أقول لك لأ. تقول لي ليه يا مستر؟ مش أنت في أول الحصة قلت السرعة عند المستوى الواحد ثابتة؟ قلت لك يا حبيب قلبي، ده لو أنا حادف من الهواء وهي لفت ونزلت فيبقى السرعة هنا دي قد دي ودي قد دي والكلام ده كله. إنما هنا أنا خبطت في حاجة
في حاجه اعاقت الجسم ما بيتحركش حر، ده الجسم اتخبط فسرعته قلت. خلي بالك قوي من مسائل الاصطدام. تعالى بقى نفسر مسألتنا. بيقول لك اي سقطت كرة رأسيا إلى أسفل من ارتفاع 2.5. يعني أنا أصلا كنت واقف فوق. سقطت يا مستر يعني عين صفر بصفر. شكرا. أو عين ألف بقى، سمي النقطة دي ألف تبقى عين ألف بصفر. قال لك من ارتفاع 2.5 متر. شكرا يا مستر. حلو. وصلت هنا عند نقطة ب. قال لك فاصطدمت بالأرض أهي. فاصطدمت بالأرض ثم ارتدت رأسيا إلى أعلى. هتطلع لفوق. قال لك بسرعة ارتدت بسرعة، يعني السرعة الابتدائية في الحركة الجديدة. الارتداد لما ارتدت سرعتها الابتدائية كانت كام يا مستر؟ قال لك 4/5 سرعتها قبل الاصطدام. وسرعتها قبل الاصطدام مباشرة قبل ما تخبط على طول مش كانت السرعة في النهاية في الحركة الأولى اللي هي عين ب؟ يبقى عين ج بتساوي 4/5 عين ب يا مستر. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طيب قال لك إيه؟ قال لك اوجد اقصى ارتفاع بلغته الكرة بعد اصطدامها للارض باول مرة. عايز اقصى ارتفاع، يعني عند نقطة مثلا هسميها ايه؟ هسميها س يعني. حلو. حلو. عند اقصى ارتفاع يا مستر يعني عين س يعني بصفر. عرفت منين؟ قال لك اقصى ارتفاع يا مستر. طيب وانا نازل طبعا العجلة بتساوي 9.8، وانا طالع العجلة بتساوي -9.8. طب بكل هدوء يا مستر، اولا انا هنا معيش اي حاجه غير الجيم والعين، وانا عايز اجيب المسافه. هجيبها ازاي؟ محتاج يكون معاك السرعه الابتدائيه. طب ما السرعه الابتدائيه يا مستر الحق دي بدلاله عين ب. يعني انا لو جبت عين ب هتبقى عين ج معايا. اقول لك جميل، هجيب عين ب منين يا مستر؟ من الحركه الاولى. يلا معاك سرعه ابتدائيه ومسافه وعجله وعايز السرعه النهائيه. السرعه النهائيه تربيع بتساوي السرعه الابتدائيه تربيع زائد 2 ج ف. اذا السرعة بتساوي جذر السرعة الابتدائية تربيع اللي هي 0 تربيع زائد 2 في ج اللي هي 9.8 في المسافة اللي هي 2.5. من هنا السرعة طالعة بتساوي يا مستر 7 متر لكل ثانية. طالعة 7 ولا أنا إيه ذاكرتي خانتني؟ لأ طالعة ب7. حلو. طب يا مستر دي كده العين ب يا مستر، وأنا عايز العين ج عشان أعرف أشتغل هنا. أقول لك يا ابني ما هو العين ج بتساوي 4/5 في عين ب اللي هي ب7. يبقى 4/5 في 7 طالعة معايا مستر ب5.6. 5.6 متر بكل ثانية. دي السرعة عند ج. يبقى أنا كده مستر معايا السرعة في البداية ومعايا العجلة ومعايا السرعة في النهاية. عايز أجيب المسافة بس. هتقول لي يبقى العين تربيع اللي هي عين س تربيع السرعة في النهاية يعني بتساوي السرعة في البداية للحركة الجديدة زائد 2 ج ف. السرعة في النهاية احنا عارفينها بصفر. السرعة في البداية احنا لسه جايبينها ب5.6 تربيع زائد 2 في الجيم -9.8 في المسافة اللي أنا عايزها. من هنا جبت المسافة. هجيبها ازاي؟ ده يروح الناحية التانية بعكس الإشارة وبعد كده المضروب يروح مقسوم. يعني -5.6 تربيع وأودي ده مقسوم الناحية التانية بقى -2 في 9.8. من هنا أقصى مسافة طالعة معاك 1.6 متر. شكرا مع السلامة يا مستر، الله ينور عليك. مسألة انتهت. يا مستر ما تنساش ايه قوانين الحركة اللي عندك من تانية ثانوي. انا عارف يا مستر يعني ليلة امتحان هراجع على قوانين الحركة، معلش اتك على نفسك حبيب قلبي. عين بيساوي عن صفر زي ج ن، ده القانون اللي ما فيهوش ف. ف بتساوي عن صفر ن زائد نص ج تربيع القانون اللي ما فيهوش عين تربيع بيساوي عن صفر تربيع زائد 2 ج ف القانون اللي ما فيهوش ن. ما تنساش والنبي تحويلاتك. عيش حياتك يا مستر. وبقول لك هنا ده مش تحويل، انا بقول لك الطن بيمشي معاه كيلومتر في الساعه، والكيلو جرام بناخد له متر للثانيه، والجرام بناخده سنتيمتر لايه لكل ثانيه. من كيلو جرام للنيوتن بعمل ايه، من جرام للدايم بعمل ايه، من كيلو متر للساعه بعمل ايه، من كيلو متر في الساعه لسنتيمتر على الثانيه بعمل ايه. كده دخلنا في كميه الحركه. قلنا ان كميه الحركه بيساوي كف العين، والتغير في كميه الحركه بيساوي كف ده العين. يعني ايه كف ده العين؟ يعني كف مستر في التغير في العين. لو في نفس الاتجاه بقول عين 2 ناقص عين 1، لو في عكس الاتجاه عين 2 زائد عين 1. سمي الله وتعالى نبدا الاسئله. بص يا مستر، بقول لك سقط جسم من السكون من ارتفاع 16.9 فبلغت كمية حركته قبل اصطدامه بالأرض مباشرة 5460 جرام في متر على الثانية. ركز هنا في الوحدات. الارتفاع بالمتر يبقى انا كده الدنيا تمام. قال لك جرام في متر على الثانيه ماشي، فعرفت ان الكتل هنا بالجرام. لو في اي كتله ظهرت مش بالجرام يبقى هغيرها. لو انا عايز اي كتله فهتطلع لي بالجرام. احسب كتله الجسم
جميل قوي. انا لحد هنا مساله. قال لك واذا فاذا فسم فلم فكنا، الكلام ده كله يا مستر انا بالنسبه لي ايه؟ جزء جديد من الايه؟ من المساله. قال لك سقط جسم من السكون يعني عين صفر بصفر. حلو قوي الكلام ده. من ارتفاع 16.9 يبقى ارتفاع يا مستر 16.9، فبلغت كميه حركته قبل اصطدامه بالارض 5460. طب ما انا عارف ان كميه الحركه بيساوي الكف العين يا مستر، انا فاضل لي بس اجيب العين وانا معايا كميه الحركه فاجيب الكاف. طب هو عايز السرعه فين؟ عايز السرعه في النهايه. انا رسمت، هو كان هنا مستر في البدايه على مسافه 16.9 وصل لحد النهايه، عايز اجيب عين واحد دي. اجيبها ازاي يا مستر؟ هقول لك حبيب قلبي، انت معاك الفه ومعاك السرعه الابتدائيه ومعاك العجله، لان هو قال لك ايه؟ سقط جسم. سقط يعني سقوط حر يا مستر، يعني الجسم بيتحرك تحت تاثير عجله الجاذبيه فقط. يعني دي 980 ولا 9.8 من 10 متر لكل ثانية تربيع. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك عشان شغال بالمتر يبقى العجلة 9.8 من 10، اما لو كنت شغال بالسنتي كان زمانها اسمها 980. طب يلا يا مستر بكل هدوء، انا معايا الفه ومعايا الجيم ومعايا عين صفر، ده هستخدم انا قانون، هستخدم القانون الثالث، عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه. يلا مستر عايز اجيب العين، خدت الجذر التربيعي قلت بقى صفر زائد 2 في الجيم بكام؟ 9 و8، الفيه بكام؟ 16 و9، طلع معايا عين واحد 18 و2. اجي هنا مش المين بتساوي كف العين، يبقى 5460 بيساوي كف فيه السرعه اللي انا لسه جايبها، المضروب راح مقسوم جبت الكاف. قال لك واذا ارتد الجسم بعد اصطدامه بالارض لارتفاع 4.9، يعني الجسم ايه؟ انا مسكته سبته خبط طلع ايه يا مستر؟ ارتفع 4.9. طب والله يا مستر ده كلام جميل. لما هو ارتفع 4.9 اتفقنا ان مسيره يسكن مهما ارمي جسم يا مستر خبط وارتد. انا لو مسكت حاجه مستر وخبطتها في الارض وانا بلعب كره يا مستر، مسكت الكره رحت سايبها نزلت خبطت وطلعت، اللي بينزلها تاني لانها بتطلع يا مستر حتى السكون اللحظي يسكن فوق ثم ايه؟ يتحرك لاسفل تاني. تعالى بقى نمسك المشهد بتاعنا. انا الكره اهي كانت ساكنه سرعه صفر، سبتها نزلت خبطت وارتدت يا مستر لاعلى، يبقى انا عندي سرعه قبل الاصطدام وسرعه بعد الاصطدام. انت هتقول لي وسرعه في النهايه فوق لما طلع ال 4.9، ما هي دي برضه بصفر، انا بدات بصفر ونهيت بصفر. ليه؟ هنا كان سقط من السكون سرعه صفر، هنا هو خبط وطلع سكن لحظيا وهيغير اتجاهه، وانا اخري لحد ما سكن لحظيا، دي مسالتي. يبقى مستر حتى السكون اللحظي السرعه النهائيه بصفر. يبقى في الحركه الجديده اللي هي معايا اللي هي دي بس يا مستر، السرعه النهائيه بصفر والمسافه ب4.9 والسرعه الابتدائيه اللي انا عايزها اللي اسمها عين 2. ليه؟ لان قال لك يا مستر واذا ارتد بعد اصطدامه بكذا فاحسب مقدار التغير في كميه الحركه. التغير في كميه الحركه بيساوي كاف عين 2 زائد عين 1. ليه زائد مش ناقص يا مستر؟ لانه عكس الاتجاه، غير اتجاهه، كان نازل لتحت بعد كده السرعه بقت ايه؟ لفوق. ادام عكس الاتجاه او غير الاتجاه يبقى عين 2 زائد عين 1. اجيب عين 2 ازاي؟ من الحركه الثانيه يا مستر. طب يلا بينا. السرعه الابتدائيه دي اللي انا عايزها النهائيه بصفر والمسافه ب4.9، العجله بكام؟ تقول لي عجله الجاذبيه، اقول لك يعني 9 و8، تقول لي لا مستر سالب 9 و8 لانها بتتحرك لاعلى عكس اتجاه الجاذبيه فبالسالب. طبق يا مستر، هتقول لي السرعه النهائيه بصفر بتساوي عين 2 تربيع اللي هي الابتدائيه زائد 2 في العجله سالب 9 و8 في 4.9. ودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يا مستر وخد الجذر التربيعي للطرفين تطلع عين 2 ب 9.8. طب انا عايز التغير في كميه الحركه، هقول كاف عين 2 زائد عين 1 وعيش حياتك. طب يا مستر نفس اللعبه بس هنا اللي اختلف ايه؟ قال لك الكره كتلتها 3.8، قذفت راسيا لاعلى، انا هحدفها بسرعه فالسرعه الابتدائيه هنا موجوده اللي هي 7. قال لك انا حدفتها في السقف خبطت وراحت ارتدت لاسفل يا مستر. طيب انا قال لك من نقطه اسفل حجره بمقدار 1.6، يعني انا واقف هنا سرعتي الابتدائيه بكام؟ ب7، حدفت يا مستر من ارتفاع 1.6، انا واقف بيني وبين السقف 1.6 متر ورحت حادف. كلام جميل. خبطت هنا اكيد خبطت بسرعه سميتها عين 1. الحيطه يا مستر او السقف امتص شويه من قوه الكره فالسرعه اتغيرت بقى اسمها عين 2 ونزلت بتتحرك لتحت بكل هدوء. هو بيقول لك مقدار التغير في الحركه ب 2400 جرام في متر ايه؟ على الثانيه. طب خلاص يا مستر معايا التغير في كميه الحركه، والتغير في كميه الحركه بيساوي كاف عين 2 زائد عين 1. ليه زائد؟ لان غير اتجاه. طب مع عين 1 هعرف اجيبها يا مستر، ليه؟ معايا عين صفر ومعايا فه ومعايا العجله بسالب 9.8 عشان انا بحدف بتحرك عكس الجاذبيه لفوق. جبت عين 1 من القانون الثالث يا مستر، جذر عين صفر تربيع زائد 2 ج فيه وبتاع، عشت حياتي يا مستر خلاص جبت العين 1. حلو. هو طالب ايه؟ طالب مني عين 2 ومديني الكاف مديك كل حاجه، فخلاص يا مستر هتشيل الدلتا ميم وتحط مكانها 2400.
حلو، بس استنى، انا عندي الكتله هنا بالكيلو جرام ومديني التغير في كميه الحركه بالجرام، يبقى لازم احول حاجه للتانيه، اشوف ايه اللي لايق مع بعضه. ده الكيلو جرام رايق مع المتر يا مستر، يبقى انا كده ومديني الارتفاع بالمتر، انا كده كل الدنيا مظبوطه ما عدا التغير في كميه الايه الحركه. هي بالجرام عايز احولها لكيلو جرام، من الجرام للكيلو جرام اقسم على 1000، فهقسم طلع معايا 2.4 كيلو جرام. اصبح دلتا ميم اللي هي 2.4 بتساوي الكاف اللي هي 3.8 في افتح قوس عين واحد بكام اللي انا لسه جايبها 4 و2 زائد عين 2 اللي انا عايزها. خلاص يا مستر بقت معادله في مجهول واحد، المضروب يروح مقسوم، اصبح 4.2 زائد عين 2 بيساوي 2.4 على 3 على 8، واودي ال 4.2 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، العين 2 تطلع 2.2. شكرا مع السلامه، جبت اللي انا عايزه. طب سمي الله وتعال نخش على اللي بعده. سمي الله كده يا مستر. تعال نبص على السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك سقطت كتله خشبيه مستر مقدارها 5 كيلو جرام من برج قفز منشأ على حمام سباحه ارتفاعه 19.6. انا مستر ادي حمام السباحه اهو، انا مستر وقعت كوره من على ارتفاع 19.6. قال لك يا مستر سقطت، يعني سرعتها الابتدائيه كانت بصفر، وطبعا نازله بفعل الجاذبيه، اذا العجله بتساوي 9.8 اللي هي عجله الجاذبيه. قال لك وبعد ان اصطدمت بسطح الماء غاصت في الماء راسيا الى اسفل. خلي بالك يا مستر من معلومه مهمه قوي، طول ما الحاجه بتتحرك في الهواء بتتحرك تحت عجله الجاذبيه، اول ما بتخش في اي مائع تاني، يعني ميه بقى دخلت في رمله دخلت في اي يا مستر حاجه تانيه ما عدا الهواء، ما بتتحركش تحت عجله الجاذبيه، بتتحرك بعجله جيم عادي ملهاش دعوه بالدال نهائي. يبقى انا مستر ابتديت ادخل هنا والعجله تغيرت. حلو. قال لك اتحركت بتقصير منتظم 4، يعني العجله هنا بسالب 4 متر كل ثانيه تربيع يا مستر، ده كلام جميل. فقطعت مسافه 4.5 متر، برضو كلام اجمل، قبل ان تبدا في العوده للطفو. يعني ايه يا مستر؟ يعني هي فضلت تغوص لحد ما وقفت وبعد كده غيرت اتجاهها وطلعت. يعني ايه يا مستر؟ يعني السرعه النهائيه بتاعتها كانت بيساوي صفر. يعني كده عندي كام مساله؟ مسالتين، جزء قبل ما تنزل وهي في الهواء وجزء وهي في الميه. طب هو عايز مني ايه؟ عايز التغير في كميه الحركه. امتى يا مستر؟ نتيجه الايه؟ الصدمه في سطح الماء. يعني عين واحد اللي هي قبل التصادم مباشره، وعين اتنين اللي هي بعد ما ايه؟ وقعت مباشره. طب يا مستر يبقى بالنسبه لي دلتا مين بتساوي عين 2 كاف في عين 2 ناقص عين 1. لا يا مستر المره دي قلت ناقص مش زائد عشان هما في نفس الاتجاه. عين 1 هجيبها منين؟ هجيبها يا مستر من معطيات المساله الاولى او الجزء الاول، ان عين 0 ب0 وف ب 19 و6 وج ب9 و8. اجيب العين ازاي؟ عين تربيع بيساوي عين 0 تربيع زائد 2 ج ف. يلا يا مستر اخد الجذر التربيعي 0 زائد 2 في 9 و8 في 19 و6، جبت العين 1. طب بعد الاصطدام يا مستر والله معايا السرعه بسالب 4، خلي بالك عشان قال لك تقصيريه، ومعاك الفه ب4.5، ومعاك السرعه النهائيه، فاضل لك السرعه الابتدائيه. هقول عين تربيع برضو بتساوي عين 0 تربيع زائد 2 ج ف. عين النهائيه تربيع بيساوي 0. عين الابتدائيه اللي انا عايزها 2 في العجله يا مستر طالعه معايا بسالب 4، والفه ب4.5 من هنا جبت عين 2 ب6، واروح اعوض 5 في 6 ناقص 19.6 طالع معايا كميه الحركه بسالب 68. ينفع بالسالب؟ لا يا مستر، دايما باخد المقياس اجيبها بالموجب، طالع معايا 68. اخدنا مستر عن نيوتن الاول، واتفقنا ان نيوتن الاول بستخدمه امتى؟ لو قال لي جسم ساكن، لو قال لي سرعه منتظمه، لو قال لي اقصى سرعه. طب ده كلام جميل. يلا مستر سمي الله وما تنساش والنبي اهم حاجه، قلت لك جمله عن المقاومات ان لم تذكر لا تذكر، يعني ان ذكر لي المقاومه في المساله خدها جوه مسالتي، ما جابليش سيره المقاومه نهائي مستر ما استخدمهاش. طب والله مستر ده كلام جميل. بيقول لك سياره كتلتها 6 طن تتحرك في طريق افقي باقصى سرعه لها. يبقى انا ماشي في طريق افقي باقصى سرعه، كده عرفت ان هو نيوتن الاول. فاذا كانت المقاومات ب 150 لكل طن، يعني كده المقاومه بكام؟ 150 في 6 لان هم 6 طن في، خلي بالك يا مستر انا كده بالنسبه لي الكتله بالكيلو جرام صح؟ خلاص يبقى هي لسه بالكيلو جرام. بس يا مستر دي مقاومه، المقاومه لازم تكون بالنيوتن، يبقى اضرب في كام؟ في 9.8. عايز قوه محرك السياره. حلو يا مستر، ما انا بتحرك اهو، خلاص احنا راسمين هنا ادي القفا يا مستر. طب فين المقاومه؟ المقاومه بتبقى عكس اتجاه الحركه. طب يا مستر خلي بالك والنبي ده نيوتن الاول، يعني اليمين يساوي الشمال، يعني القاف بتساوي الميم، يعني بتساوي 150 في 6 في 9.8. طب انا كده جبتها بالنيوتن، افرض هو طلبها مني بالثقل كيلو جرام، روح اقسم على 9.8. بيقول لك يا مستر قاطره تجر قطارا على طريق افقي بسرعه منتظمه، سرعه منتظمه، اذا خلاص كده انا عرفت ان انا شغال نيوتن الاول يا مستر.
فاذا كانت كتله القطار والقاطره معا 250 طن، يعني الكتله ب 250 في 1000. ليه؟ عشان يا مستر الطن. وقوه القاطره القوه ب 2000 ثقل كيلو جرام. اتفقنا ان القوه بالنيوتن، يبقى هضرب في 9.8. اوجد مقدار المقاومه لكل طن. يا مستر اليمين بيساوي الشمال، يعني القاف بيساوي الميم، يعني القاف بيساوي الميم، والميم اساسا بتساوي انا اسف، والقاف بتساوي اساسا 2000، يعني 2000 في 9.8. انا كده جبت يا مستر، جبت المقاومات كلها، جبت مجموع المقاومات، المقاومه الكليه. طب هو عايز المقاومه لكل طن، همسك يا مستر المقاومه اقسمها على عدد الاطنان، جبت المقاومه لكل طن. طيب بص مع مستر، هذا السؤال بيقول لك سيارة نقل تزن 3 ثقل طن تصعد بسرعة منتظمة. قال لك سرعة منتظمة يعني نيوتن الأول، منحدرا يميل على الأفق بزاوية كذا. خلاص الشغل الجميل بتاعي، واو جتا واو جا، واتفقنا هنا إن الواو اسمها كاف دال، الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، يعني كاف دال جتا اهي، كاف دال جا اهي، رد الفعل. قال لك فاذا، وقال لك ان الجاهي بواحد على 60. طيب مستر خلي بالك انا مش هحتاج الجتا، مش هروح اعمل مثلث. ليه؟ لان انا مستر في الديناميكا بشتغل على اتجاه الحركه فقط، فانا بالنسبه لي معايا القوه اللي على خط اكبر ميل بس، يا قاف يا كاف ده الجاهي، والمقاومه مش هحتاج الري في حاجه. قال لك فاذا كانت مقاومه الاحتكاك وخلافه، يعني مجموع المقاومات بتعادل 4 ثقل كيلو جرام لكل طن، يعني المين بتساوي 4 في عدد الاطنان اللي هي 3 في 9.8 عشان اجيبها بالنيوتن. طب ده كلام جميل. طب المقاومه فين؟ ما بيقول لك يا مستر سياره تصعد بسرعه منتظمه، يعني هي طالعه لفوق اتجاه الحركه الاعلى، يبقى ح س، انا اسف، يبقى المقاومه لايه؟ لاسفل. يبقى انا عندي يا مستر اللي فوق بيساوي اللي تحت، القاف بتساوي م زي الكاف ده الجاهي، يبقى القاف بتساوي م زي الكاف ده الجاهي، القاف بتساوي 12 في 9.8 في 3 في 10 اس 3 في 9.8 في الجا اللي هي كام؟ هو مديني الجا بواحد على 60. من هنا جبت القاف يا مستر بالنيوتن. طب هو عايزها بالثقل كيلو جرام، اقسم على 9.8. طب والله يا مستر ده كلام جميل. تعال نبص على المسألة الأخيرة. هنا بيقول لك يا مستر سيارة وزنها واو يمكنها الهبوط بسرعة منتظمة، يعني نيوتن الأول، على مستوى ميل على الأفق بزاوية قياس هي. قال لك دون استخدام محرك السيارة، يعني مفيش قوة، أنا نازل بالوزن، أنا مستر نازل فرحت مبطل، نازل من على كوبري مبطل وسبت العربية تنزل لوحدها. طيب هنا كاف ده الجت أهي، هنا كاف ده الجا أهي. طيب الكاف بكام؟ والله يا مستر الكاف هو قايل لي سيارة وزنها واو طن، خلاص ما قاليش كام، يمكنها الهبوط على مستوى مش عارف ايه، واذا استخدم محرك السيارة بكامل قوته فالناس تستطيع تصعد نفس المسحب. اوجد قوة محرك الطيارة اذا كانت واو بكذا. اداني الواو الحمد لله، وقال لك اليه بكذا، والله يا راجل محترم. الواو ب4 طن، عشان احولها ثقل كيلو جرام هضرب في 1000، ب4 في 10 اس 3. طب يا مستر خلي بالك انا الوزن اسمه كاف ده، يعني هضرب في عجله الجاذبيه، فهضرب في 9.8 طبعا جتا 30 لان قال لك الزاويه 30. هنا كاف ده الجا، يعني 4 في 10 اس 3 في 9.8 في جا 30. طب خلي بالك يا مستر الجسم بيتحرك لاسفل، يبقى المقاومه الاعلى عكس اتجاه الحركه، يبقى الميم بيساوي 4 في 10 اس 3 في 9.8 في جا 30. شكرا جبت الميم. حلو حلو. قال لك واذا استخدم محرك السياره بكامل قوته فانها تستطيع ان تصعد نفس المنحدر. قال لك انا لو شغلت الموتور بقى هتطلع نفس المنحدر بسرعه برضو منتظمه. فمستر لما اجي اطلع انا عندي القوه فوق والايه والوزن تحت، كاف ده الجاهي زي ما هو، المره دي انا صاعد فالمقاومات لاسفل، فالقاف بتساوي م زي الكاف ده الجاهي، وعوض يا مستر جبت القاف. طيب اتفقنا يا مستر. تعال نخش على قانون نيوتن الثاني بكل سهوله. مستر قانون نيوتن الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك القوه في اتجاه الحركه. خلي بالك يا مستر ده اصل نيوتن. اولا يا مستر بقى من الاصل احنا اتفقنا ان اللي في نيوتن اول ولا ثاني ولا ثالث كلهم نفس القانون، قوه في اتجاه الحركه ناقص قوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف الجيم. اتفقنا ان بس نيوتن الاول كان سرعه منتظمه، يعني الجيم بصفر، فودي الميم الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اصبح القوه بتساوي المقاومه. في نيوتن الثاني خلاص زي ما احنا قاف ناقص م بيساوي الكف الجيم. نيوتن الثالث برضه قاف ناقص م بيساوي الكف الجيم، بس احنا شغالين على المصاعد يعني حركه راسيه. طب والله يا مستر ده كلام جميل. والنبي من اهم المعلومات عندك ان انت عارف ان القاف بتساوي الكف الجيم، او مجموع القوى بيساوي الكف الجيم، فانا اقدر اقول ان القاف بتساوي مستر، اقدر اقول ان القاف بتساوي مستر التغير في كميه الحركه. ليه؟ لان كميه الحركه مستر بيساوي الكاف في العين. طب يا مستر ما تيجي نشتق، لو اشتقنا مستر بقى ده الميم على ده النون، واشتقيت هنا ده العين على ده النون، فدي ادتني جيم، ده الميم على ده النون بتساوي الكف الجيم. طب ما ايه الكف الجيم؟ الكف الجيم اللي هي القاف يا مستر. طب ما انا كده دنيتي جميله والحمد لله. اتفقنا يا مستر. قلت لك لو ده الكاف ثابت بروح ايه اخد، ولا خدت القاف باجي اقول القاف بتساوي الكاف اللي هو مديهاني دي، وبيديك السرعه تروح تشتقها تجيب انت العجله وتضرب الكاف في العجله، جبت القاف.
طب لو بديني كف متغير وعين متغير، كنت بضرب الكف في العين متغير اجيب حاجه اسمها كميه الحركه اللي هي الميم واروح اشتقها، يبقى انا كده جبت الايه القاف. قلت لك لو عايز تريح دماغك من الحالتين اشتغل بحاله واحده اللي هي التغير في كميه الحركه، يديك الكف ويديك العين، اضربهم في بعض كونت انت كميه الحركه، روح اشتقها كده انت جبت القوه. طيب ده كلام جميل. سمي الله مستر وتعالى نشتغل. بيقول لك اثرت قوه افقيه مقدارها 700 ثقل كيلو جرام على سياره كتلتها 1.5 طن. اتفقنا مستر هنحول 1.5 في 10 اس 3 عشان تبقى بالكيلو جرام. طيب قال لك فاذا بدات السياره من السكون، يعني السرعه الابتدائيه بيساوي 0، وبلغت سرعتها ده السرعه النهائيه 19.6 في 5 ثواني، يعني النوم بخمس ثواني، اوجد المقاومه. وبدانا مستر اتفقنا ان انا طول ما انا شغال نيوتن انا بشتغل على حاجتين، قانون نيوتن وقوانين الحركه. من الاخر لو طلب مني حاجه من الحركه بروح اجيب العجله من نيوتن، لو طلب مني حاجه من نيوتن بجيب العجله من قوانين الحركه. قال لك اوجد المقاومه، المقاومه دي في نيوتن، يبقى جري هخش قوانين الحركه اجيب العجله الاول. يلا يا مستر انا معايا عين الابتدائيه وعين النهايه ومعايا النون، استخدم انهي قانون؟ القانون الاول من قوانين الحركه، عين بتساوي عن صفر زي الجيم نون. اشتغل يا مستر، جبت الجيم طلع معايا بالشكل ده، راح اقعد بقى في نيوتن القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف الجيم. اشمعنى يا مستر ذكرت المقاومه؟ واحنا اتفقنا المقاومه ان لم تذكر لا تذكر، هنا ذكرها طلب المقاومه يبقى لازم احطها في مسالتي. القوه ناقص المقاومه بيساوي كف الجيم، القوه في اتجاه الحركه اللي هي يا مستر اللي بيحرك الجسم القوه نفسها، ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه المقاومه، بقى ق ناقص م بيساوي الكف الجيم. القاف معايا ب 700 هروح اضربها في 9 و8 عشان احولها بالنيوتن، ناقص الميم دي اللي انا عايزها وهتطلع لي بالنيوتن بيساوي الكاف اللي هي 1.5 في 10 اس 3 في الجيم اللي هي انا لسه جايبها بكام؟ ب 3.92. من هنا مستر جبت الميم، وادي القاف الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، والسالب ضايع السالب، من هنا جبت الميم طلع ب 980 نيوتن. طب لو عايزها بالثقل كيلو جرام اقسم مستر على 9.8 يطلع لك ب 100 ثقل كيلو جرام. طب مستر بيقول لك سياره كتلتها 9.8 طن تسير بسرعه منتظمه ومقدارها 63 كيلومتر في الساعه. سمي الله مستر وبكل هدوء كتلتها 9.8 طن، يعني هروح اقول 9.8 في 10 اس 3. طب السرعه كيلومتر في الساعه اروح احولها عشان تبقى متر على الثانيه هضربها في 5 على 18، يبقى انا كده دنيتي تمام. قال لك اوقف سائقها محركها فوقفت بعد ان قطعت 49 متر. طب بالراحه، العربيه كانت ماشيه، السائق داس بطل العربيه مستر او داس فرامل بطل العربيه، حلو. قال لك فقعدت تمشي 49 متر وبعد كده وقفت، يعني السرعه الابتدائيه اللي انا كنت ماشي بيها ووقفت ما اعرفهاش، حلو ما اعرفهاش. السرعه النهائيه بكام؟ ما اكيد العربيه وقفت بعد ما مشيت 49 متر وقفت، والمسافه 49 متر، يبقى معايا السرعه النهائيه ومعايا المسافه، انما معيش العجله اللي هو بيتحرك بيها. طب يا مستر والله ده كلام جميل، طب تعرف تجيب السرعه اللي ابتدائيه تتحرك بيها؟ وتقول لي ما السرعه اللي ابتدائيه اللي اتحرك بيها هي برضو السرعه النهائيه في الحركه الاولى قبل ما يبطل العربيه. اقول لك طب السرعه في الحركه الاولى كانت بكام؟ تقول لي استنى ده كان بيتحرك بسرعه منتظمه، يعني نيوتن الاول 63، يبقى لما جه بطل العربيه السرعه الابتدائيه كانت 63 برضو، يبقى السرعه الابتدائيه معايا مستر ب 63 في 5 على 18، 63 في 5 على 18. والله مستر ده كلام جميل، معايا سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه ومسافه، اقدر اجيب العجله، دخلت قوانين الحركه جبت العجله طلع معايا بسالب 3 وطن. طب يا مستر ده كلام جميل، هي فعلا اكيد العجله سالبه لان انا كنت ماشي بسرعه ووقفت، فالعربيه كانت عماله تبطأ فالسرعه بتقل فعجله تقصيريه. طب ده كلام جميل. قال لك عايز مقدار المقاومه، واحنا اتفقنا عايز حاجه من نيوتن اروح اجيب العجله منين؟ من الحركه، انا جبت العجله من الحركه، تعال نخش نيوتن. يلا يا مستر اولا احنا المقاومه معانا عشان هو طالبها، هل في قوه؟ لا ده هو كان مبطل العربيه يا مستر، يعني القوه بكام؟ بصفر، مش القانون بيقول لك ق ناقص م بيساوي الكف الجيم؟ طب ما فيش قوه، ده انا مبطل العربيه، اصبح سالب م بيساوي الكف الجيم اهو. يلا سالب م بيساوي كف الجيم، سالب م دي اللي انا عايزها، الكف بكام؟ الكف 9.8 في 10 اس 3 اهو. الجيم انا لسه جايبها بسالب 3 وطن، من هنا جبت الميم يا مستر طلع معايا 30625 نيوتن، عايز اجيبها بثقل كيلو جرام اقسم على 9.8. طب ده هو عايز يجيبها لكل طن اقسم على عدد الاطنان، ده لو عايز يجيبها لكل طن يعني. طبعا مستر بص معايا على هذا السؤال، سمي الله. بقول لك اثرت قوه مستر قاف افقيه على جسم كتلته 5 كيلو جرام موضوع على سطح افقي فحركته من السكون مسافه 2.94. يعني يا مستر انا معايا قوه شديت بيها جسم كتلته 5
على سطح افقي، فانا حركته من السكون يعني سرعته الابتدائيه كانت بصفر، مشيته مسافه 2.94 يعني دي المسافه اللي مشيها في زمن قدره 2 ثانيه، يعني ادي الزمن معايا مسافه سرعه ابتدائيه وزمن، يبقى انا اكيد هخش القانون الثاني. ضد مقاومه تعادل 1.10 وزن الجسم، يعني 1/10 في 5 كيلو جرام، يعني بيساوي مستر كام؟ بيساوي نص كيلو جرام. اوجد مقدار القوه. طب خلاص يا مستر ق ناقص م بيساوي الكف في الجيم، بس اشتغل يا مستر يلا. خلي بالك دي نص كيلو جرام، انا لسه هضربها في 9.8 زي ما الكتله هنا مستر برضه هضربها في كام؟ في 9.8، ما تنساش بس التحويلات والنبي. يلا يا مستر هقول القاف ناقص الميم بتساوي الكف في الجيم. القاف بكام يا مستر؟ القاف دي اللي انا عايز ناقص الميم بكام؟ لسه جايبها نص في 9.8. طب والله يا مستر ده كلام جميل. طيب بيساوي الكف في الجيم، الكف معايا ب5. احنا ليه قلنا هنا نضرب الكف؟ لا انا اسف ده مش وزن، احنا شغالين عادي. انا اقول كف في جيم احط الكف زي ما هي. طيب الكف في الجيم. طب الجيم اجيبها منين؟ اتفقنا يا مستر طلب حاجه من نيوتن تجيب العجله من الحركه. انا معايا عين صفر ومعايا ف ومعايا نون، هستخدم انهي قانون؟ هستخدم القانون الثاني. احط الف يا مستر زي ما هي، عين صفر في عين صفر في نون، وانا هشيل النون يا مستر. انا هشيل عين صفر واحط صفر، صفر في اي حاجه بصفر، زائد نص في الجيم اللي انا عايزها. النون بكام؟ النون ب2، النون تربيع. من هنا مستر جبت الجيم، طبعا نص في 2 ب1، فخلاص اصبح الجيم بتساوي دي 2 تربيع، انا اسف، نص في 2 تربيع طلع معايا ب2، المضروب يروح مقسوم بقى الجيم بيساوي 2.94 على 2 طلع معايا 1.47%. كده جبت الجيم. عوض بقى القاف اللي انا عايزها. الميم هعوض يا مستر، طلع الميم معايا بكام؟ الميم احنا اتفقنا انها بنص في 9.8. طب هودي الميم الناحيه التانيه بعكس الاشاره عشان تبقى سهله يا مستر. هيبقى بالنسبه لي نص في 9.8 اللي هي 4.9 زائد الكاف اللي هي ب5 في الجيم اللي انا لسه جايبها، جبت من هنا القاف. طب كمل. قال لك واذا ابطل تاثير القوه ق في نهايه هذه المده، يعني لما عدى ثانيتين رحت مبطل الموتور فما بقاش في قوه، فبالنسبه لي بقت المساله اسمها سالب م بتساوي الكف في الجيم. يلا بينا بقى سالب م بيساوي الكف في الجيم. خلي بالك ان الميم يا مستر بتساوي الكف في الجيم. تقول لي الجيم يا مستر هي اللي انا جايبها من فوق؟ لا، ما انا لما بطلت الموتور العجله بقت تقصيريه. ليه؟ بطلت الموتور كانت ماشيه بسرعه تفضل تقل لحد ما السرعه بقت صفر يا مستر. فسالب م بتساوي كاف في جيم شرط. الكاف زي ما هي ما اتغيرتش، كتله العربيه هي. فاضل يا مستر اجيب الجيم شرطه. هو اساسا يا مستر انا طالب منك الجيم شرطه ليه؟ لان بيقول لك اوجد متى يصل الجسم الى حاله السكون. يعني انا طالب حاجه يا مستر من نيوتن، يبقى هروح اجيب العجله من قوانين الحركه. طب كلام جميل يا مستر. انا معايا السرعه الابتدائيه بكام؟ انا معايا السرعه الابتدائيه هي السرعه النهائيه اللي كنت بتحرك بيها في الحركه الاولى قبل ما ابطل الموتور يا مستر. طب انا معايا السرعه الابتدائيه صفر ومعايا المسافه 2 و4 ومعايا العجله، تعرف تجيب السرعه النهائيه؟ تقول لي عين بتساوي عين صفر زائد ج نون. جبت من هنا السرعه النهائيه اللي كنت بتحرك فيها في الحركه الاولى قبل ما ابطل موتور العربيه والعربيه تبقى بتتحرك بحركه تقصيريه. جبت السرعه مستر ب 2.4 السرعه النهائيه في الحركه الاولى هي السرعه الابتدائيه في الحركه الجديده اللي هي 2.4. طب والله يا مستر ده كلام جميل، عايز اجيب الجيم هجيبها منين؟ اقول يا مستر والله هو كده قال لك يوصل لحاله السكون يعني السرعه النهائيه بصفر. بقى انا معايا السرعه الابتدائيه ومعايا السرعه النهائيه بصفر يا مستر، اقدر من هنا اروح جري اجيب العجله. ازاي يا مستر بقى؟ سمي الله. احنا اتفقنا يا مستر انا عايز منك متى تصل لحاله السكون. طيب انا هخش يا مستر اجيبها من نيوتن، محتاج اجيب الجيم من الحركه. احنا اتفقنا ان سالب م بيساوي الكف الجيم. الجيم معاك؟ لا يا مستر الجيم ده انا هخش اجيبها من الحركه. السالب م بكام؟ السالب م يا مستر ما انت لسه جايبها، ادي الميم انا جايبها فين؟ اللي هي نص يا مستر في 9.8 اللي هي 4.9، لان المقاومه ما بتتغيرش يا مستر. المقاومه ايه؟ المقاومه من احتكاك لهواء، ما انا لسه ماشي على نفس الارض ونفس الهواء بيزقني نفس الزقه يا مستر، فبالنسبه لي مجموع المقاومات ثابته. فانا معايا الميم ثابته ومعايا الكاف، قدرت اجيب الجيم شرط. فانا كده خلاص بقى معايا السرعه الابتدائيه اللي هي 2.4 ومعايا السرعه النهائيه اللي هي صفر ومعايا العجله انا لسه جايبها بسالب 98%. اخش يا مستر بدول اجيب الزمن اللي انا عايزه. انهي واحده يا مستر من قوانين الحركه؟ انت معاك سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه وعجله. تخش يا مستر القانون الاول تجيب النون، عين بتساوي عين صفر زائد ج شرطه نون. من هنا مستر جبت النون طالعه معايا ب3 ثواني. سمي الله وتعالى نخش على اللي بعده. سمي الله كده حبيب قلبي. طب تعالى نبدا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا مستر الحركه الراسيه. يعني مستر احنا لسه في قانون نيوتن الثاني، بس بدل ما كنا ماشيين على المستوى الافقي بدأنا نتحرك راسيا. اتفقنا يا مستر ان في الحركه الراسيه
دايما الوزن القوه الرئيسيه الاسفل. على حسب بقى مستر، انا طول ما انا شغال حركه رئيسيه، لو انا مثلا شغال بطياره، الطياره دايما يا مستر قوه موتورها لفوق. يعني انا العربيه مستر الموتور دايما القوه لقدام، حتى سواء انا برجع لورا بطلع لقدام، قوه الموتور نفسه الدفعه لقدام. طب الطياره القوه لفوق، فانا دايما في الطياره الوزن تحت القوه فوق. طب كلام جميل يا مستر. المقاومه فين؟ على حسب بقى، لو انا طالع لفوق فالمقاومه عكس اتجاه الحركه، فبالنسبه لي المقاومه تحت. طب لو طياره هابطه يا مستر، فانا نازل لتحت، لسه القوه فوق والوزن ايه تحت زي ما هو، بس انا اتجاه حركتي الاسفل، فالمقاومه لاعلى. الله ينور عليك يا مستر. طب كلام جميل، تعالى نشوف مثال. بيقول لك قفز رجل كتلته 63 كيلو جرام من طائره ساكنه، يعني الطياره مستر واقفه، يعني سرعتها بصفر. وبعد أن هبط رأسيا مسافة 40 فتحت مظلة النجاة، فلاحظ أن سرعته أصبحت 38 ثانية. هنا مستر ونتكلم، أنا عندي راجل كتلته 63 كيلو جوه طيارة واقفة في الهواء. بعد أن هبط رأسيا مسافة 40 فتح مظلة النجاة، يعني هو نط من الطيارة مستر وسرعته صفر، لأن الطيارة كان سرعتها صفر، فنط بسرعة صفر، تحرك مسافة 40 متر. حلو. فتحت مظلة النجاة، فلاحظ ان سرعته اصبحت 38. يعني هو كان عنده سرعة مستر انا ما اعرفهاش، بعد كده اصبحت 38 بعد 5 ثواني من فتح المظلة. يوجد المقاومة. مبدئيا يا مستر ادام طلب مني المقاومة، طلب حاجة من نيوتن، هروح اجيب العجلة من الحركة. طب تعالى نفسر مع بعض. بالنسبة لي الحركة الاولى، هو كان بدأ يا مستر بسرعة ابتدائية صفر. حلو الكلام. مشي مسافة 40، بيتحرك تحت تأثير وزنه فقط، يعني عجلة الجاذبية هي اللي بتشده، يعني العجلة ب9.8 مستر. الله ينور عليك. عايز اجيب السرعة قبل فتح المظلة مباشرة، يبقى السرعة مستر بتساوي، انا معايا عين ابتدائية ومسافة وعجلة، يبقى السرعة النهائية تربيع بيساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2 ج في. اذا عين 1 تربيع بيساوي، اشيل عين صفر واحط مكانها صفر زائد 2 في الجيم ب9.8 الفيه ب40. طلعت يا مستر السرعة الايه؟ الابتدائية. طالعة معايا 784 يا كريم يا رب متر لكل ثانيه تربيع. ولا ده مستر عين تربيع؟ دي العين تربيع، خد الجذر هيطلع لك العين 1 ب 28 متر لكل ثانيه. طب والله يا مستر ده كلام جميل. طيب انا عايز السرعه، ركز بقى بالله عليك. السرعه يا مستر بعد ما فتح المظله مباشره. طب تعالى كده نتكلم يا مستر. خلي بالك، قال لك يا مستر هو سقط من مسافه، مشي مسافه 40 وبعد كده فتح المظله. اتفقنا ان احنا جبنا السرعه النهائيه اللي اسمها عين 1 دي قبل فتح المظله مباشره. قال لك بعد كده فلاحظ ان سرعته اصبحت 38 بعد 5 ثواني من فتح المظله. يوجد المقاومه. يبقى انا مستر معايا السرعه الابتدائيه. ليه؟ لان السرعه الابتدائيه بعد فتح المظله هي السرعه النهائيه قبل ما يفتح المظله. يعني هو نطت يا مستر ماشي بسرعه 28، راح فتح المظله، انا دلوقتي مما هو وقع من الطياره لحد ما وصل قبل ما يفتح المظله سرعته 28. اول ما فتح المظله في اللحظه اللي فتح فيها دي اللي هي بدايه الحركه الجديده، هي نفس اللحظه النهائيه في الحركه القديمه. يبقى نفس السرعه يا مستر قبل بعد بتساوي 28. طيب انا كده يا مستر بادئ ان انا فتحت المظله اهي وانا سرعتي 28، السرعه الابتدائيه بتاعتي ب 28. بعد 5 ثواني، بعد مرور 5 ثواني سرعتي بقت السرعه النهائيه ب 38. طب ما انا معايا سرعه ابتدائيه ومعايا سرعه نهائيه وزمن، اقدر اجيب العجله من القانون الاول في قوانين الحركه. العين بتساوي عين صفر زائد ج ن يا مستر اهو. بقت العين اللي هي النهائيه 38 بتساوي عين الابتدائيه اللي هي 28 زائد الخمسه في ج. جبت الجيم طالعه معايا ب 2. نخش بقى مستر، لو كان عايز المقاومه طبق نيوتن. خلي بالك قال لك الطائره دي كانت ساكنه، يعني مفيش قوه، انا مبطل الموتور، فانا مستر واقف عندي الوزن تحت وهي بتتحرك لاسفل، هي تهبط، فبالنسبه لي المقاومه فوق عشان عكس اتجاه الحركه. فالمقاومه يا كريم يا رب القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف في الجيم. انا نازل القوه في اتجاه الحركه اللي هي الوزن بقى 63 في 9.8 ناقص الميم اللي انا عايزها بيساوي الكاف اللي هي 63 في الجيم اللي انا لسه جايبها ب2. من هنا قدرت اجيب الميم يا مستر طالعه بالنيوتن. لو عايزها بالثقل كيلو جرام اقسم على 9.8. طب يا مستر والله ده كلام جميل. بص معايا كده يا مستر على السؤال ده. مثال 35 بيقول لك سقط جسم كتلته 49 جرام رأسيا من ارتفاع 40 سم يا مستر على ارض رمليه فغص فيها مسافه 2 سم. ركز ان انا عندي بالسنتي والجرام، يعني لو جبت العجله هضرب في 980 عشان بالسنتي. عايز متوسط قوه مقاومه الرمل لحركه الجسم بفرض انها منتظمه. طب والله يا مستر ده كلام جميل. انا عندي جسم كتلته 49 سقط من ارتفاع 40 سم، يعني الجسم اهو سرعته الابتدائيه صفر عشان قال لي سقط. ادي سطح الرمله يا مستر وادي الرمله اهي.
حلو الكلام، فل الكلام كده يا مستر. من مسافه 40 انا حدفته فخبط في سطح الرمله ثم غاص فيها مسافه 2 سم ثم سكن. طب ده كلام جميل، عايز مقاومه الرمله، يعني انا هشتغل في الحته اللي تحت دي. طب ما لازمه المساله اللي فوق ايه؟ ان انا هجيب السرعه النهائيه في الحركه الاولى اللي هي قبل ما يخبط في الرمله، تطلع هي السرعه الابتدائيه اللي بدا بيها الحركه جوه الرمله. يبقى انا محتاج اجيب عين واحد معايا سرعه ابتدائيه ومعايا مسافه والعجله اللي هي عجله الجاذبيه، خلي بالك هنا 980 عشان شغال سنتي. فجبت عين واحد يا مستر طالعه ب 280 من قانون نيوتن الثالث. طب ما عين واحد خلاص ب 280 سنتيمتر كل ثانيه، يبقى انا معايا سرعه ابتدائيه ومسافه وسرعه نهائيه، اقدر اجيب العجله. الله ينور عليك، جبت العجله يا مستر من قانون نيوتن الثالث برضه، طالعه معايا سالب 19600 سم. طب يلا يا مستر نطبق نيوتن عشان نجيب المقاومه. هقول القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف الجيم. القوه في اتجاه الحركه اللي هي الوزن اللي هي الكف الدال ناقص الميم اللي انا عايزها بيساوي الكف الجيم يا مستر. طبق يا معلم، جبت الميم طالعه ب 100، طالعه يا مستر معايا بالضاين. ده كلام جميل قوي. ليه يا مستر؟ لان الجرام في سنتيمتر كل ثانيه تربيع يديني داين. طب يا مستر خلاص هي معايا بالداين، لو انا عايزها بالجرام اعمل ايه؟ اقسم على 980. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر؟ تعالى نشوف اللي بعده. بسم الله كده وتعالى نبدا مع بعض يا مستر. الحركه على مستوى مائل، هناخد يا مستر الحركه على مستوى مائل الاملس والحركه على مستوى مائل خشن. اتفقنا يا حبيب قلبي ان وانا شغال على مستوى املس لو الجسم بيتحرك تحت تاثير وزنه فقط، احنا كنا في الاستاتيكا بنقول ان الميم س بيساوي ظ ه اللي هي بتساوي ظ ل. طب انا هنا بتحرك يا مستر تحت تاثير وزني، استفاد ايه؟ لو انا نازل يا مستر فالعجله بالنسبه لي اسمها د ج ه، لو يا مستر الجسم صاعد فالعجله اسمها سالب د ج ه. طب والله يا مستر كلام جميل، تعالى نبص على مثال. بيقول له يا مستر جسم كتلته 20 كيلو جرام موضوع على مستوى املس يميل على الافق بزاويه قياسها 30، اثرت قوه مقدارها 112 نيوتن في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى، اوجد سرعه هذا الجسم بعد نص دقيقه من بدء الحركه. قال لك واذا انا اخش يا مستر على مساله جديده، تعالى نحل النص الاولاني الاول. جسم كتلته 20 كيلو جرام، فهقول يا مستر 20 جت 20 جا، بس ما تنساش ان دي بالكيلو جرام فهضرب في 9.8، اصبح معايا 20 في 9.8 جت 30، 20 في 9.8 جا 30. قال لك القوه في اتجاه خط اكبر من الاعلى اذا 112. طب يا مستر فين المقاومه؟ اتفقنا ان اذا لم تذكر لا تذكر، مش هحط مقاومه عشان ما قاليش. طب مش هحط احتكاك يا مستر؟ ما هنا حبيب قلبي قال لك مستوى املس يعني ما فيش احتكاك. طيب عايز سرعه الجسم بعد نص دقيقه، اتفقنا ان لما يطلب مني يا مستر بعد اذنك يطلب مني حاجه من الحركه اروح اجيب العجله منين؟ هجيب العجله من نيوتن. طب سمي الله حبيب قلبي. يلا مستر القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف الجيم. هتقول لي استنى، مش العجله هنا بتساوي د ج ه او سالب د ج ه؟ ما مستر هنا ما قاليش الجسم بيتحرك تحت تاثير وزنه فقط، ده في قوه، فما اقدرش اقول ان العجله بتساوي د ج ه او سالب د ج ه. يلا مستر نقول القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكف الجيم. قال لك الجسم بيتحرك لاعلى، اذا القوه اللي هي 112 ناقص 20 في 9.8 جا 30، كل ده بيساوي كف الجيم اللي هي 20 جيم. من هنا جبت الجيم طلع معايا ب 7/10. طب هو الراجل يا مستر عايز السرعه بعد نص دقيقه، يعني الزمن بالنسبه لي بيساوي 60 ثانيه. طيب انا عايز السرعه النهائيه، معايا زمن ومعايا يا مستر سرعه ابتدائيه، لان قال لك الجسم يتحرك من السكون، يعني السرعه الابتدائيه بصفر، فعين بتساوي يعني صفر زائد ج ن، يعني صفر زائد الجيم لسه جايبها في النون اللي هي قلنا ب، هو النص دقيقه مش دقيقه يعني 30 ثانيه يا مستر. طلعت السرعه الابتدائيه السرعه النهائيه. قال لك واذا اوقفت القوه المؤثره على الجسم عند هذه اللحظه، ما بقاش في قوه يا مستر، القوه بقت بصفر، اصبح كده الجسم بيتحرك تحت تاثير وزنه فقط. اذا العجله بتساوي، هو على حسب بقى مستر صاعد ولا هابط. قال لك خلي بالك اذا اوقف القوه المؤثره على الجسم عند اللحظه اوجد المسافه التي يتحركها الجسم على المستوى بعد ذلك حتى يسكن. الجسم يا مستر صاعد، فبالنسبه لي العجله لو هو تحت تاثير وزنه فقط العجله بتساوي سالب د ج ه، يعني سالب 9.8 في جا 30. طب يا مستر كده العجله بسالب 4.9. هو عايز ايه؟ عايز المسافه اللي تتحركها الجسم، يعني عايز حاجه من نيوتن جبت العجله، عايز حاجه من الحركه جبت العجله من نيوتن. طيب عايز السرعه مستر حتى يسكن لحظيا، يعني هو مديني السرعه النهائيه بصفر، يبقى انا هو عايز السرعه الابتدائيه، اقول عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف، عين تربيع بصفر عين صفر بكام يا مستر؟ لا ده عايز المسافه، انا اسف، عين النهائيه بتساوي صفر. طب عين الابتدائيه مستر، ما اتفقنا ان عين النهائيه في الحركه الاولى هي عين الابتدائيه في الحركه الجديده اللي انا لسه جايبها بكام؟ ما انا جايبها فوق ب21، يبقى تحت الابتدائيه ب21 يا مستر زائد 2 في ج ف، الجيم لسه جايبها من هنا جبت الف طالع معايا ب 45. طيب
سمي الله كده يا مستر وبص على السؤال اللي بعده. احنا خدنا واحد مايل، تعالى نبص على واحد خشن. بيقول لك مستوى مائل خشن يميل على الافق بزاويه قياسها 1/7. قذف جسم من اسفل نقطه من قاعده المستوى. قال لك قذف جسم يعني هو ابتدى الحركه بسرعه، ما كانش يا مستر حركته، ما كانش سرعته الابتدائيه 0. اذا السرعه تحت يا مستر اللي بدا بيها 7 متر كل ثانيه في اتجاه خط اكبر من للمستوى. فاذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى جذر 3/8، ومعامل الاحتكاك السكوني جذر 3/7. مدهوني لا مستر على حسب، ممكن احتاجه وممكن ما احتاجوش. قال لك يوجد الزمن الذي بعده يسكن الجسم ابتداء من لحظه قصف. هو عايز الزمن الذي يسكن بعده الجسم ابتداء من لحظه الايه؟ القصف، لحظه ما انا حدفته يا مستر. طب سمي الله حبيب قلبي، طالب مني حاجه اجيبها من الحركه، اذا هجيب العجله منين؟ هجيب العجله من نيوتن. طب سمي الله. قال لك مستوى خشن مائل يميل بزاويه جهه كذا. اروح يا مستر اعمل مثلث، اجيب الجا واجيب الجتا واقول كاف ده الجتا كاف ده الجا، وطبعا رد الفعل. بس انا كده كده مش هحتاج الجتا لان انا ما اعملش حاجه بالريها يا مستر. فكل اللي انا هحتاجه حبيب قلبي ان انا ايه؟ الجا اهي، والجا كده كده معايا. حلو. الكاف بكام يا مستر؟ والله برضو مش مديني الكاف ده. قال لك بس بدا سرعه ابتدائيه بتساوي 7. جميل. قال لك معامل الاحتكاك الحركي بكذا والسكوني بكذا والدنيا كلها جميله. طبعا انا هنا جبت الجا والجتا، بس كده كده مش محتاج الجتا، فكانت تكفي الجا، ما كنتش عملت مثلث يعني. يلا نطبق نيوتن حبيب قلبي، لان انا عايز اجيب حاجه من الحركه فمحتاج اجيب العجله من نيوتن، فهطبق نيوتن. هقول له القوه في اتجاه الحركه وناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي الكاف في الجيم. مفيش قوه اصلا يا مستر بتاثر على الجسم ده. الجسم بيتحرك تحت تاثير وزنه، بيتحرك تحت تاثير وزنه، بس ده يا مستر مستوى خشن. العجله كانت بتساوي ده الجهيه او سالب ده الجهيه، ده في المستوى الاملس فقط. هنا مستوى خشن فما اقدرش اجيب العجله بده الجهيه. طيب تعال نشتغل يا مستر ونطبق نيوتن عشان نجيب منه العجله. يلا بينا يا سيدي. هقول يا مستر سالب ح كاف. من هنا يا مستر عندي ح كاف عكس اتجاه الحركه، الجسم بيتحرك لاعلى، انا حذفته لاعلى، فمعايا هنا عكس اتجاه الحركه ح كاف ومعايا كاف ده الجهي. يبقى مستر اي حاجه في عكس اتجاه الحركه بنحطها بالسالب، يعني يبقى هقول سالب ح كاف اللي هو م كاف ر ناقص كاف ده الجهي، كل ده بيساوي كاف في الجيم. طبعا مستر ما الر بتساوي كاف ده الجتا اهي، فشلت الكاف مع الكاف مع الكاف. جميل. الر يا مستر انا اسف، الميم كاف بجذر 3/7. الر قلنا الر بتساوي كاف ده الجتا اهي وشلنا الكافات. طب الدال معايا ب9 و8. الجتا يا مستر انا لسه جايبها والله احتاجناها، لسه جايبها من مثلث يا مستر ب4 جذر 3/7 ناقص كاف ده الجهي. الكاف قلنا شلناها خلاص، الدال ب9 و8، الجهي ب1/7. كل ده مستر بقى معايا مجهول واحد اسمه الجيم. يبقى مستر ما كانش شرط الكاف تبقى معايا لان الكافات كلها طيرت بعض، جبت الجيم بسالب 3.5. طب الراجل عايز الزمن الذي بعده يسكن الجسم ابتداء من لحظه قذفه. طب مستر انا عايز الزمن معايا سرعه ابتدائيه ومعايا عجله انا رحت جبتها، وانا عايز الزمن قال لك حتى يسكن، يعني السرعه النهائيه كمان بصفر. بقى معايا سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه وزمن وعجله، وعايز اجيب الزمن. هستخدم القانون الاول من قوانين الحركه، عين بتساوي عين صفر زي ج ن، عين النهائيه بصفر، عين الابتدائيه ب7 ناقص 3.5 في ن يا مستر، لان ده العجله. عايز اجيب النون طالع معايا ب2 ثانيه. وشكرا. حبيب قلبي كده الحمد لله ربنا اكرمنا واتمينا مراجعه الشهر مع بعض. ما تنساش لو احتجت اي حاجه تبعت لنا، ناقصك ورق، ناقصك قوانين، ورق القوانين، ناقصك ملازم الحل الPDF اللي بنحل منه، محتاج اي حاجه ابعت لنا. سلام.